عليكم. السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده الجاتوه الاقتصادي، وبدقيق عادي جدا، الدقيق اللي بنشتريه من المحلات. بس في الاول هنحضر الاسبونش للجاتوه. انا معايا 8 بيضات، هنزل عليهم باربع نقط من الفانيليا، وهنزل عليهم بمعلقه محسن كيك، ونزلت عليهم بكوبايه سكر حبيبات. طبعا لو انت عايزه تضيف الفانيليا بودر، اكياس تاج الملوك عادي يا جماعه، اي فانيليا موجوده عندك. بعد ما ضربتهم وخدوا معايا التقل والقوام الفاتح، اللون الفاتح بالشكل ده، هنزل عليهم بذرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من الخل. والدقيق هنزل عليه به على مرتين. طبعا الدقيق دوت انا نخلاه مرة واتنين عشان يدخل فيه تراوي، ونازلة في الدقيق بمعلقتين كبار هرميين من النشا، وكوباية مية ساقعة، وبالمضرب نضرب لغاية ما تاخد معانا القوام العجينة بالشكل ده. طبعا شكل عجينة الكيكة بالظبط. ونزلت بنقطتين من العجينة، وثبت في الصينية بتاعتي ورقة من الزبدة علشان ما تروحش معايا شمال ويمين. وبالسبوتلة بتاعته فردت العجينة بالشكل ده، وخبطتها خبطتين تلاتة، وبعد كده خدتها على الفرن. وده شكلها بعد ما خدتها من الفرن يا جماعة. بس عايزة اقول لك حاجة، انني دخلتها الفرن وبيتها عندي، وتاني يوم اشتغلت فيها على طول. بيتها عندي، لو عايزة تسيبها عندك ساعتين تلاتة وتشتغلي فيه هتطلع كويسة معاكي وهتديكي نتيجة كويسة. لكن أنا بيتها عندي، حطيت ورقة زبدة على الوش وقلبتها بالشكل ده، هذا عشان ما تلزقش معايا. بعد كده اقلبها على الجنب التاني، أيوة، وبإيدك بقى أو بسكينة وتقشري الوش بالشكل ده، بيتقشر معاك بكل سهولة. طبعا الوش دوت يا جماعة احنا بناخده ونرميه، لأنه بيبقى واخد ريحة الزفارة، وبيبقى ملزق كده، ملوش لازمة في الجاتوه، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده هجيب السكينة الطرنش بتاعتي أو السكينة المشنشرة، وأبدأ أقسمها على 3 قطع بالشكل ده. بعد ما قطعتها استنباط 3 استنباط بالشكل ده، هركنها على جنب. وهنعمل مع بعض الكريمة للجاتوه. كريمة الجاتوه أنا معايا ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام، اللي مش محلى يا جماعة، الخام. ونزلت عليه ب3 معالق كبار من السكر المطحون، ونص كوباية مية تلج. شايفين التلج في الكوباية اهون؟ نزلت عليه بنص كوباية مية من التلج، وهبدأ أضربها بالراحة على الدرجة الأولانية عشان ما نعفرش. ولما تلم الكريمة معانا هنضرب على الدرجة الأخيرة بالمضرب. طبعا كده بنضرب بقى الكريمة. شايفين ما خدت معايا القوام بالشكل دون؟ يبقى كده الكريمة اتضربت معايا وبقت تمام التمام. هركن بقى المضرب على جنب، واخد من الكريمة في كيس الحلواني، واعمل بقى خطوط بالشكل ده عشان تسهل معايا فرد الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الاسبوتلة بقى واسوي وشيه. بعد كده هجيب الاسطمبة التانية وهحطيه، وزي ما عملنا في الاسطمبة الأولانية هنعمل في الاسطمبة التانية. أنا معايا جايبة البخاخة ومدوبة مية بسكر وحطها في البخاخة، ورشيت وش الجاتوه بالشكل ده. وأنا الاسطمبة التالتة وبالبخاخة برضك، وأبدأ أرشيه وأفرد عليها الكريمة زي ما فردنا بالظبط على الاسطمبة الأولانية. وبالسكينة بقى المشنشرة بتاعتي أو الترنش، إيدك بقى تنزل في الكريمة وبتنزل في الجاتوه، ما تشيليش إيدك منها. السكينة تنزلي بيها تسحبها على طول، أيوان بالشكل ده، عشان تديكي نتيجة كويسة وتطلع معاكي مسوية وكويسة. طبعا كل اللي احنا طلعناه دوت مش هنرميه، هنعمل به كاسات كب كيك. واجيب بقى اقسمها نصين بالشكل دي. وطبعا عينك ميزانك، ما تقوليش بقى هجيب مزورة، لا هجيب مسطرة واقيس بها، لا، عينك ميزانك. كلنا مش عارفين الجاتوه، بنشتري الجاتوه عارفين المقاس. شايفين قطعناها شكل المحلات بالظبط، من غير مزورة ومن غير مسطرة نقيس بها. عنا ميزان، كلنا بنشتري الجاتوه وعارفين الجاتوه، عارفين القطعة دي. وبعدين احنا بنعمل القطعة اللي على قد بيتنا، يعني القطعة اللي هتناسبك في بيتك هتعمليها. لو كنت هتعمليها لو محلات هتقيسي بالمزورة وتقيسي بالمسطرة. وانا معايا ال3 الوانات اهمت. خدت من الكريم شانتيه ونزلت باللون الاخضر واللون الاصفر واللون البرتقاني، طبعا لون غذائي عندنا كلاتنا في مطبخنا يا جماعة. ونزلت عليها واعمل سبعات كده، واجيب الخلة بتاعتي واسحبها بالشكل دوت تديني المنظر الجميل ده. وكان عندي بقى كريز احمر، عملت بردك شيء بالكريز زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
طبعا حاجة سهلة جدا ومبتاخدش معانا وقت في المطبخ. زي ما اتفقنا مع بعض، هي يدوبك 35 دقيقة، 10 عجن كريمي و10 عجن العجيني و15 دقيقة في الفرن. أما التقطيع والتزويد دي ما بياخدش معانا حاجة. شايفين؟ زي ما اتفقنا مع بعض، بعمل سبعات سبعات بالشكل ده، وابدأ اجيب الخلة واسحبها تديني شكل جميل. شايفين بقى الخلة هي تسحبها لتحت كده بتديكي شكل جميل ده. بس يا ستي، ادي الجاتوه عملناه بطريقة سهلة جدا جدا وما كلفناش، وكل حاجة عندنا في مطبخنا، وحاجات اقتصادية، مشتريناش اي حاجة ولا عملنا بالايد سبونش زي ما بيقولوا. كله ده عادي من اللي بنشتريه من المحلات. نجيب بقى، احط اللون الاخضر واللون البرتقاني واللون الاصفر بالشكل ده، وبالخله بتاعتي هسحب لبره واسحب لجوه تديني الشكل الجميل اللي احنا عاملينه مع بعض ده. دي الورده بقى الجميله اللي احنا بنعملها ديت. شايفين؟ هاجي بقى اعمل خطوط 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 بالشكل دي، وبالخله بتاعته في نص الخط واسحبها تدينا شكل اجمل. نعمل بقى خط اخضر وخط اصفر وخط احمر مع بعض بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ بالخله بتاعتي بقى ومن النص وتسحبها بالشكل ده، هتديك الشكل الجميل ده. وهنا بقى بالالوان هنمشي على هيئه الزجزاج بالشكل، يدينا برضك الشكل الجميل ده. وبكده خلصنا الجاتوه مع بعضنا، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.